الطريقه بتاعته سهله جدا. دي خلاصه الخلاصه لو عايزه تعمليها زي المحلات بالظبط، لان ده كان شغل في الاساس وبخبره سنين. تعالى اقول لك بقى على نصيحه هتدعولي عليها وهتعتمد الطريقه دي على طول، وانسي بقى اي طريقه تانية عملتيها قبل كده، استحاله الطريقه دي تفشل منك او تهبط. وعايزه اقول لكم سهل جدا وموفر، مش محتاج معاكم دقيق ولا بيحتاج معاكم سكر ولا بيحتاجوا معاكم محسن، كل حاجه هتبقى موجوده. ويا رب اللي تحط اللايك وتعمل متابعه تكبر بخاطرها وتسعد قلبها وتزور بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا امين. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نعمل الكيك الاسبونج الجاهز بتاع طرقات المحلات هنجيب ايه؟ دي اسبونج جاهز. انا معايا كيلو الا ربع، هقول لكم مقادير النص كيلو وهقول لكم مقادير الكيلو الا ربع واحنا شغالين برده مع بعض كده. معايا هنا ايه 9 بيضات. هنحط كيلو الا ربع من دي الاسبونج الجاهز. ده بيتباع عند اي مستلزمات حلوانيه عنده الدقيق الاسبونج الجاهز. ومعايا مج من الميه يكون مليان بس يكون دافي معايا زي دمعه العين. وهنحط معلقه كبيره من الفانيليا. وده بقى المكون اللي هيخلي الكيكه بتاعتك زي بتاع المحلات بالظبط. معلقه كبيره من محسن الكيك الجيلي، وده برضو بيتباع عند مستلزمات الحلوانيه. واحط الكلام ده كله فوق بعض واحطهم بقى عندي في قلب العجانه بالشكل ده واضربهم لمده 7 دقائق. لو عندك مضرب كهرباء اشتغلي فيه من 7 ل 10 دقائق في المضرب الكهرباء، اما لو عجانه زي دي هيقعد معاكي لمده 7 دقائق. هنحط كل المكونات دي كلها كده مع بعض وهنضربها، لان الاسبونج الجاهز ما بنحطش فيه لا بيكنج باودر ولا اي حاجه، هو بيبقى جاي جاهز فيه المحسنات بتاعته فيه كل حاجه، يدوبك بس بنحط له الميه والبيض. وما بنحط السكر بيبقى برده في قلب السكر وفيه كل حاجه، علشان الناس اللي اول مره تسمع عن الاسبونج الجاهز بيبقى فيه سكر، بيبقى في المحسنات بتاعته. بنحط بس البيض ومحسن كيك جيلي والميه. طيب لو هتعملي نص كيلو من دي الاسبونج الجاهز يبقى عليهم 6 بيضات، عليهم نص كوبايه من الميه دافيه زي دمعه العين كده، وهتحطي برده الفانيليا ومعلقه صغيره مليانه من محسن الكيك الجيلي. خلاص كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضرب الكلام ده كله لحد ما الخليط ده ينعم مع بعضه كويس جدا وتلاقيه عالي معاكي وبقى قوام كريمي زي ما هوريكي دلوقتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما يختلط لمدة 3 4 دقايق بالشكل ده اقوم بقى جايبه من تحت واقلب كده علشان بس ما يكونش فيه اي كتل من الدقيق او اي حاجه من المكونات اللي احنا حاطينها ما اختلطتش معاه. نتاكد بس ان الخلط كله ايه كده كويس تمام. وبعد كده شغل عليها تاني لحد ما تديني قوام كريمي متماسك خالص زي ما هوريكم دلوقتي كده تمام. وشغل تاني بقى العجان بالشكل ده. بعد ما انضرب بقى كويس جدا لمده 7 دقايق بقى معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا يعني بصي بقى بسم الله ما شاء الله، هو ده الاسبونج الجاهز معايا بالشكل ده كده. بصي بالشكل ده كده بينزل بتقل شويه تمام. اما بيبقى متماسك اكتر، لما يكون متماسك معاكي اكتر ده بيكون متضرب كويس جدا، والمحسن الكيك الجيلي بيكون شفاف معاكي شويه، ما يكونش معاكي مركون في التلاجة. خلاص. عندي بقى الصاج هنا انا حاطه في قلبه ورق زبده. ما عندكيش ورق زبده هاتي ورق من بتاع الكريس بتاع الولاد، يا اما ورق من بتاع كريس الرسم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. واقوم بقى ايه عاملاه بالشكل ده كده، اوزعه كده في قلب الصاج اخليه كله سمك واحد بالشكل ده كده. عندي الفرن والع قبلها ب10 دقايق على نار هاديه جدا، وهنسويه في الفرن اللي هو الغاز بتاعنا العادي مش فرن كهرباء. لو عندك فرن كهرباء يبقى على درجه حراره 200 هيقعد معاكي لمده ربع ساعه بالظبط بنفس السمك ده. لو انت هتحطيه في قالب العمق بتاعه غويط يبقى هيقعد معاكي تلت ساعه. بعد ما وزعت الكيك بقى عندي كده في قلب الصينيه اقوم بقى ايه خبطتين 2 بس كده علشان انزل الهواء اللي فيه ويبقى كله سمك واحد. هيقعد معاكي 12 دقيقه لو انت عاملاه في صاج مفروض زي ده والسمك بتاعه رقيق، بيرجع على حسب سمك الكيك لو انت حاطه كميه كبيره او السمك بتاعه رقيق. لو في الفرن الغاز بتاعنا ده بنوطي درجه الحراره خالص من الجناب ومن القاع. لو انت عامله في صاج مجلفن زي ده هتحطي تحته حاجه، هتحطوا تحته صينيه او صاجه تشيل عنه شويه، لان القاع الصاج المجلفن ده بيتلهف على طول. خلاص كده تمام. تعالوا بقى نروح على الفرن وعلى درجه حراره هاديه جدا. تعالوا نوريكم في قلب الفرن.
انتوا شايفين كده من الجناب بهدي خالص على قد ما تقدروا، والقاع بيكون هادي جدا برضه. تمام. وطوبتين حطهم بالشكل ده يشيلوا معايا الصاجه علشان القاع ما يتحرقش. تمام بالشكل ده اهو. وما افتحش عليه الفرن غير بعد 10 دقايق، ابص عليه اشوف استوى ولا ما استواش، ولا محتاج معايا شويه دقيقتين 3 على حسب السمك بتاع الكيك بتاعك. تمام. واقفل بقى الفرن عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. عايزه اقول لكم الريحه بتاعته والله العظيم ريحه حلوه قوي يا اولاد. انا حسيت كأن الاسبونج اتزين معايا وكانها تورتايه. هو ده الاسبونج اللي بيتعمل بره بتاع المحلات، هو بيبقى ابيض معاكم كده. هتسيبوه لحد ما يبرد معاكم خالص، وبعد كده ايه تقلبيه. وما ينفعش تزينيه في نفس الحال، هتسيبوه على الاقل حاجه 6 ساعات يبرد معاكم علشان يديكوا نفس الطعم بتاع بره بالظبط. بصوا علشان اتاكد ان هي استوت قبل ما بطلعها من الفرن بحط ايدي على الوش بالشكل ده كده، ابص الاقيها جمدت وماسكه نفسها، بحس بحاجه كده ايه طريه تحت ايد، بس مش طريه اللي هي عجين تنزل، لا اللي هي ايه مسكت نفسها خلاص وبقت معايا زي الفل. خلاص كده تمام. تقدري بقى تعمليها الصبح وتزينها بالليل، يا اما تعمليها من بالليل وتزينها الصبح. صليتي بينا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. علشان ما اطولش عليكم الفيديو، استنوا بقى الفيديو اللي جاي هنزينها ونشوفها مع بعض جحده بجد، وهنعملها بابسط طريقه تقدروا تعملوها. اعملي شير علشان الكل يستفيد، وانت كمان تاخدي الاجر والثواب وتستفيدي منه. اشوفك على خير وفي امان الله.